برضه شويه لان عندي دور برد وبحاول على قد ما اقدر اطلعه، فكان لازم اعمل الفيديو ده عشان اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يا رب رمضان يبقى خير علينا كلنا، وكل اللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له، امين يا رب العالمين. النهارده فكرتي هقدم لكم 3 افكار ممكن نهادي بعض بيها في رمضان ونقول لبعض فيها كل سنه وانتم طيبين. فلو حابه تعرفي الافكار دي تابعي معايا الفيديو واتفرجي على الفيديو للاخر عشان فيه مفاجاتين حلوين في اخر الفيديو. يلا بينا. اول واحسن واحلى هديه ممكن حد يقدمها لحد في رمضان هو القران الكريم والمصحف الشريف. من احلى الحاجات بجد لما بتديها لحد بتفرق معاه على طول، بتفتكرك في الدعاء لما يجي يقرا قران بتفتكرك ويدعيلك. من الحاجات الحلوه جدا جدا جدا. انا لما جالي شخصيا هديه مصحف رمضان اللي فات كنت طايره من الفرحه، وكنت على طول بفتكر الشخص اللي جاب لي المصحف ده في دعائي، وثواب طبعا ليكي كبير جدا. فمن احسن الحاجات اللي ممكن ارشحها لك تديها لحد من صحابك كده او حد من قرايبك او لاي حد عندك المصحف الشريف بالقران الكريم. تاني حاجة وهو البوك مارك أو الفواصل بتاعت الكتب والمصاحف، من الحاجات الحلوة جدا جدا جدا. برشحها كمان تجيبوها لأصحابكم. لو جبتي مجموعة وبعدين وزعتيها لكل أصحابك أو كل قرايبك، من الحاجات الحلوة جدا. برضه أكيد هيفتكروكي وهما بيقروا قرآن، لأن هم هيقعدوا تبقى معاهم وهم بيقروا المصحف عشان يعلموا على الصفحة اللي وقفوا فيها، فأكيد هيدعوا لكم وهيفتكروكي في كل أوقاتكم. فأنا برشح لكم جدا منها أشكال كتير جدا، وهسيب لكم كمان اللينك في الديسكربشن. تالت حاجة وهي من الحاجات الجديدة والحلوة جدا جدا اللي ممكن تديها لحد في رمضان هي تو رمضان. هي عبارة عن انك تكتبي فيها مثلا ايه الحاجات اللي عايزة تعملها في رمضان، ايه الحاجات اللي عايزة تحققيها في رمضان. موجودة ومنتشرة في أماكن كتير جدا جدا، في مكاتب كتير، وكمان على الفيسبوك هتلاقي يعني بيجات بتبيعها، وهسيب لكم برضه البيج اللي أنا جبتها منها. هي بتيجي عبارة عن فيها بوكس كده بتحط يعني النوت نفسها جوه بوكس عشان شكلها بشكل هدية. دي أول حاجة. وكمان بيجي معاها بوك مارك كده عشان برضو لو حابة وانتي بتقري حاجة تحطيها في الصفحة اللي انتي وقفتي عندها. وكمان معاها ستيكرز مكتوب فيها سبحان الله، ومكتوب فيها الله اكبر، ومكتوب فيها رمضان كريم وسبحه وصلاه تراويح وحاجات معينه انت هتبداي توظفيها في الصفحات اللي انت بتكتبي ده، الحاجات اللي انت عايزه تعمليها. وكمان بيجي معاها كارت كده عشان تكتبي اسم الشخص اللي انت عايزه تديله الهديه دي او تديله الطلوع دي. حلو قوي الكارت، شكله شيك جدا وحلو جدا. هي عبارة عن 30 صفحة بأيام رمضان. كل صفحة فيها هتلاقوا يوم رمضان، فيها مواقف الصلاة، فيها جنب المواقف الصلاة بتعملي مارك كده. لو انت مثلا صليتي الفجر بتعملي قدامها مارك السنة بتاعتها، وفي الآخر تشوفي صليتي النهارده كل صلواتك وكل الحاجات المطلوبة منك ولا لأ. كمان فيها تحت كده التراويح، برضه القرآن انت قريتيه، الدعاء، ذكر اليوم، التهجد، الفطار صائم، صوم الصلاة، بتعملي صح على الحاجات اللي انت عملتيها في اليوم ده. وكمان هتلاقي فيها ذكر انت بتذكري فيه ربنا، طبعا ذكر هو حاجات لذكر معين، وطبعا عايزين نزود طبعا تزودوا، وكمان دعاء اليوم. وفي الاخر في حاجه لقراءه القران بعد كل صلاه، بتعملي مثلا 4 صفحات خلصتيها بتعملي اوكي وتكتبي فيها انت في انهي جزء وفي انهي سوره وفي انهي ايه عشان ما تنسيش تاني يوم. فحلوه جدا جدا. دي اول صفحه. وبعدين بقى التوقيتات بقى اللي هي مثلا الساعه قبل الفطار، الساعه 11، الساعه 12، الساعه 1 عايزه تعملي ايه، هتخرجي، هتروحي، هتعملي حاجات في البيت، هتبداي تعملي كذا الفطار قصدي. فبتقعدي تكتبي الحاجات اللي انت هتعمليها، ولو معزومه عند حد تكتبي العزومه هتبقى فين او بره البيت او جوه البيت او الحاجات دي كلها عشان تبقي عارفه هتعملي ايه. كل صفحات بقى بنفس الطريقه كده لحد ما توصلي لصفحه 30. وبعد كده هتلاقوا بقى صفحه للتنوين، من الحاجات اللي بحبها جدا جدا جدا. هتلاقوا صفحه الهلال دي تلونوها بألوان حلوة، تشغلوا وقتكم وانتوا قاعدين بتصلوا صيامكم. وكمان شكل القمر ده هقعدوا بقى من أول يوم تلوني تاني برافو لحد بقى ما يجي العيد ورمضان يخلص. وتحت فيه جدول
من العزومات برضه حلوه قوي عشان تبقي عارفه مواعيدك. لو حد مثلا عازمك في يوم تعرفي انت اليوم ده معزومه ولا مش معزومه، هتبقي بره هتبقي في البيت، فبتكتبي جدول عزوماتك كده والحاجات انت عايزه تعزمي الناس او هكذا يعني، او ناس تعزمك. واحلى حاجه بقى من الحاجات الحلوه جدا ان هي عامله لك اهداف عايزه تحققيها في رمضان، فبتكتبي هنا الاهداف اللي انت عايزه تحققيها في رمضان. ما تكتروش اهداف كتير عشان توصلوا لهدفكم، عشان ما تحسوش بعد رمضان انا ما عملتش حاجه. حاولوا على قد ما تقدروا الاهداف تبقى قريبه شويه وما تكونش بعيده قوي، وتكون ليها علاقه برمضان. يعني هخلص اختم القران، هفطر صايم، حاجات بقى لصحتك، حاجات لبشرتك، حاجات لنفسك انت، تقري حاجات تثقفي نفسك اكتر. خليها حاجات بسيطه تقدري تخلصيها في شهر رمضان عشان لما تخلصي تبقي فرحانه. وهنا بقى بالدرجات بقى، شوفي صليتي مثلا تراويح كام قد ايه، او كام ركعه، او كام مره. برضو القران في الاخر تدي نفس الدرجات النهائيه بقى، انت خدتي الدرجه النهائيه ولا ما خدتيش الدرجه النهائيه. فهي من الحاجات الحلوه جدا اللي فعلا ممكن تقدموها في رمضان هديه لبعض. نيجي بقى دلوقتي وقت المفاجأتين اللي معانا. اول مفاجاه وهي ان فقره صباحك الجديده ان شاء الله تنجح في رمضان. بصوا ما وعدتكمش ان هي تبقى كل يوم، بس يعني على قد ما اقدر هحاول اخليها يعني يوم يوم لا، كل يومين، عشان اقدر اجيب لكم فيها مواضيع كويسه وحاجات كويسه. تاني مفاجاه معانا وهي الثلاث افكار اللي انا قلت لكم عليها النهارده، هتكون هديه لبنوته فيكم. كل اللي عليكي بس ان انت تكتبي ايميلك في الكومنت تحت الفيديو، وكمان تكوني مقيمه في مصر عشان اقدر اوصل لك الهديه. ويا رب يا رب يا رب كل سنه وانتم طيبين، وكل رمضان وانتم بخير، ويا رب كل اللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له، واشوفكم ان شاء الله في حلقات تانيه وفيديوهات تانيه كتير. كل سنه وانتم طيبين.